تنشكركم على تلبيتكم دعوة الحضور في أول حلقة من حلقات لك الميكروفون، البرنامج اللي من خلاله تنقلب الحقيقة وتنوير المشاهد الكريم فيما يخص تدبير الشأن المحلي وبعض القضايا التي تهم الساكنة، وكذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب الزمن الجميل من خلال فتح قنوات تواصل مع أبناء قرية بو محمد ورجالاتها. السيد الرئيس، بغينا منكم أجوبة صريحة ما فيهاش تعتيم وضبابية أو لغة الخشب، بغينا الحقيقة باش توصل لقلوب الناس وكلام المعقول يدخل في عقول المشاهدين الكرام. السيد الرئيس، أول سؤال، كل شيء تعرف السيد الرئيس أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتربع على كرسي رئاسة الجماعة الترابية لقرية بو محمد لمدة ربع قرن تقريبا. شنو هو السر وراء ذلك السيد الرئيس؟ شكرا سي هشام، شكرا لمنبر الميكروفون، وشكرا للطاقم ديال البرنامج الميكروفون. هذا منبر جديد الحمد لله هز على مستوى قرية بو محمد لأجل البحث عن الحقيقة بالفعل ولأجل إيصال الحقيقة للساكنة ديال المدينة. شكرا لكم مرة أخرى على الاستضافة. بالنسبة للسؤال ديالكم، أنا بالنسبة لي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفعل يعني هذه الولاية الرابعة والحزب تيدبر الشأن المحلي ديال قرية بو محمد. السر في ذلك بسيط، هو يعني كاين تعاقد مع الساكنة، التعاقد يعني على مستوى 4 ديال الولايات. السر فيه هو أننا تنجيو عند المواطن دائما برنامج انتخابي، وفي نهاية الولاية تنعطيو حصيلة للعمل. هذه الحصيلة تقنع الساكنة، والساكنة بطبيعة الحال شي حاجة اللي تتقنعها تتحافظ عليها. يعني السر هو هذا، هو أننا دائما يعني قد فمنا قد دراعنا، داكشي اللي تنقولوه تنديروه. بدينا صغار بالفعل، بدينا بمسائل بسيطة، والحمد لله التجربة تتكبر، النتائج تتراكم، ويمكن الواقع راه تيبان ولا ينكره أحد. بالنسبة للساكنة قرية بو محمد اللي بالفعل عاشوا في قرية بو محمد أزيد من 30 سنة، تيعرفوا كيفاش كانت قرية بو محمد وكيفاش ولات، تيعرفوا شنو اللي تزاد في قرية بو محمد من 97 اليوم. بطبيعة الحال هذا هو السر. نعم السيد الرئيس. السيد الرئيس، مؤخرا كثر الكلام على مشروع المدينة، كل شيء تيهضر على المشروع. بغينا المشاهد الكريم يعرف ويفهم شنو هو مشروع المدينة وشنو هي القيمة المضافة اللي غادي يجيبها للبلاد. واش السيد الرئيس ما تشوفوش أن هذا المشروع تيدخل ضمن الاستثمارات العمومية، وأنه بالفعل تعوض الاستثمارات الخاصة اللي هي منعدمة أو شبه ضعيفة؟ بالنسبة لمشروع المدينة، يعني هذا مشروع اليوم ديال الأغلبية المسيرة للمجلس، مشروع اللي جد طموح، مشروع فيه مجموعة ديال الشركاء، ومشروع اللي فيه يعني مشاريع كثيرة تتهم مجموعة ديال المجالات، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي، البنية التحتية، المجال الثقافي، الرياضي، المجال الاجتماعي. هذا المشروع المدينة القوة ديالو فين تتكون؟ أولا التكامل، فإنه نابع من القاعدة، يعني نابع من المواطن ومن المعاناة ديال المواطنات والمواطنين، نابع من المجتمع المدني، بحكم أن المجتمع المدني شارك في الصياغة ديالو بطبيعة الحال. إن المجلس الجماعي قبل ما يدير هذا المشروع يرافع عليه ويدافع عليه. يعني كان تواصل مع الفعاليات ديال المجتمع المدني للمدينة في إطار إشراك هذه الفعاليات. نعم. وبطبيعة الحال يعني لأجل أن المنتوج ديالنا يكون منتوج اللي بالفعل تيستجيب للتطلعات ديال الساكنة القرية. هذا المشروع بالفعل يعني خدا مراحل كثيرة، خدا أشواط كثيرة، بداية يعني من التشخيص ديال الوضع. هذا التشخيص أنا شاركت فيه الساكنة من خلال فعاليات المجتمع المدني، بطبيعة الحال من خلال المجلس الجماعي عرفنا الوضعية ديال المدينة والخصائص المدينة في مجموعة ديال المجالات، وبطبيعة الحال من بعد داكشي دار الترتيب ديال الأولويات.
وهو جزء من برنامج العمل ديال الجامعة بطبيعة الحال. برنامج العمل الجامعة اللي دار مؤخرا وصادق عليه المجلس، واللي فيه 3 سنين الأولى و3 سنين الثانية. حنا بالنسبة لنا هذا مشروع المدينة يعتبر جزء اللي يعني قطع واحد المجموعة ديال الأشواط، كان فيه تشخيص بطبيعة الحال الوضعية، كان مقترحات ديال المشاريع اللي غتجاوب على المشاكل والتطلعات ديال الساكنة في مجموعة ديال المجالات. هاد المحطات كلهم كانوا في إطار تشاركي بطبيعة الحال مع الساكنة من خلال جمعية المنشأ المدني، من خلال الفعاليات ديال المدينة. هذا المشروع بطبيعة الحال هو مشروع طموح، مشروع أنا قلت يعتمد على الدعم ديال مجموعة ديال الشركاء، لأن الواقع ديال الجامعة هو واقع اللي ما يسمحلهاش، يعني الواقع المادي ديالها والإمكانيات المادية ديال الجامعة ما تسمحلهاش بالاستجابة للتطلعات ديال الساكنة. هذه حقيقة. الجامعة تتعيش على الدعم ديال الضريبة على القيمة المضافة. الجامعة عندها ميزانية ديال 2 مليار و200 مليون، يعني المداخل الجامعة 2 مليار و200 تقريبا و40 مليون هذه السنة 2017. المصاريف غير الموظفين تسدي لها تقريبا واحد 60%، أكثر من 12 مليون درهم، يعني أكثر من مليار و200 مليون غير الموظفين. بطبيعة الحال كاينة مصاريف أخرى الإلزامية اللي تتلحق الميزانية ديال الجامعة، من قبيل المصاريف ديال الإنارة العمومية، مصاريف ديال القرض ديال صندوق التجهيز الجامعي اللي خدته الجامعة في إطار مشروع القطب الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا مندمج. كاين بطبيعة الحال المساهمة ديال الجامعة في مجموعة ديال المجموعات، يعني مجموعة جامعات التعاون، مجموعة جامعات الخير، يعني مجموعة ديال المصاريف اللي إلزامية وإجبارية ترهق الميزانية ديال الجامعة. تنصيبوا راسنا حنا داك المليار، داك 2 مليار و200 مليون ديال الميزانية ديال الجامعة، الرئيس الجامعة تيتصرف واحد 500 مليون سنتيم. هاد 500 مليون سنتيم ما يمكنلوش يدير بها التسيير ويدير بها الاستثمار، من الصعب. هذه حقيقة ما يمكنناش نغطيوها في الغربة، يعني هذه حقيقة دامغة، هو أنه رئيس جامعة خالد بن محمد تيسير ميزانية يعني لا تتجاوز 5 مليون درهم، يعني واحد 500 مليون سنتيم، اللي هي اللي ممكن يدير بها الفائض واللي ممكن يدير منها الاستثمار. بطبيعة الحال في إطار الحكامة الجيدة وفي إطار تدبير المعقلا تنحاولوا ما أمكن نوفروا من هاد 500 مليون واحد الاعتمادات اللي يمكن نجزوا بها ولو جزء من المشاريع اللي تتهم الساكنة ديال المدينة. هاد 500 مليون بالنسبة لهاد السنة لقينا راسنا تنوفروا تقريبا واحد 200 مليون سنتيم، يعني رئيس الجامعة صرف ما يقارب 300 مليون سنتيم على التسيير، ووفر بطبيعة الحال واحد 200 مليون سنتيم تنعتبروها جد ضعيفة، يعني كمبلغ اللي ما يمكنش يحقق تطلعات الساكنة في المجال ديال الاستثمار العمومي. الميزانية ديال الجامعة بين قوسين هادشي باش نفهموه المشاهدين، خلال 3 سنين اللي فات المداخل بقات تقريبا فيكس، يعني الميزانية ما تجاوزتش هذا المبلغ اللي تكلمت عليه. في 2015 كانت الميزانية أكثر من 2017 بواحد 20 مليون سنتيم، يعني 2015 و2016 و2017 الميزانية هي تقريبا واحد 2 مليار و200 مليون. السيد الرئيس هذا موضوع ديال الفائض ان شاء الله غادي نرجعوا له، عندنا سؤال نرجعوا له. اذا كيف ما قلت فان الميزانيه ديال الجامعه هي ميزانيه ضعيفه، هذا واقع الحال. الميزانيه ديال الجامعه انا قلت في 3 سنين اللي فات بقات فيكس، بقات ستابل، سواء الدعم اللي تعطينا وزاره الداخليه ديال التربيه اللي بقى ستابل ما تحركش، ولا المداخيل الذاتيه اللي تدخل الجامعه ما تزادش. هذا يعني هذه النتائج ديال الميزانيه اللي تنتكلم لكم عليها. بمعنى اخر الجامعه هذه 3 سنين من 2015 و2016 و2017 3 سنين المداخل ديالها ما تزادش، ولكن المصاريف ديالها تزادت من خلال المصاريف ديال الموظفين، من مثلا غنقولوا من 900 مليون تقريبا وصلنا لمليار و200، يعني من 2015 ل 2017 تزاد تقريبا واحد 250 مليون بالضبط ديال المصاريف الإلزامية. وهذا هو السر اللي خلى الفائض يتقلص. كان عندنا فائض في 2015 ديال واحد 450 مليون تقريبا، لقينا راسنا في 200 مليون. يعني السبب ديال الفائض نقص ماشي المصاريف ديال التسيير اللي تيصرف الرئيس زادت، بل المصاريف ديال الموظفين والمصاريف الإلزامية تزادت. بالتالي المصاريف اللي تيصرف الرئيس واللي يمكن له يحقق فيها شويه ديال
يعني يقننها وينقص منها ويحقق منها الفائض، هذه مصاريف تتبقى تقريبا فيكس ويمكن هابطه ماشي زايده، يعني يمكن المصاريف تنقص وما تزادش. على اي المجلس الجماعي هذه السنه دار واحد 2 مليون درهم. انا بالنسبه لي الفائض 2 مليون درهم و3 مليون درهم بالنسبه للمجلس الجماعي عنده ولايه ديال 6 سنين، صعيب عليه بالامكانيات الذاتيه يحقق النتائج الايجابيه للمواطنات والمواطنين. علاش؟ لان الحاجيات كثيره بزاف والتطلعات الساكنه كثيره بزاف، والمدينه قريه بومحمد هي مدينه اللي تتنتقل من واحد الوضع قروي لوضع حضاري، المدينه اللي عندنا فيها مشكل ديال اعاده الهيكله مجموعه الاحياء. يعني كاين مجموعه ديال الاحياء اللي النهار الاول باش بناو المواطنات والمواطنين ما كانوش فيهم البنيه التحتيه، وبالتالي هما بحاجه لاعاده الهيكله واعاده التجهيز والتهيئه. هذا الوضع هذا تيتطلب امكانيات جد مهمه. المدينه ما فيهاش مجموعه ديال المشاريع التنمويه ومجموعه ديال المراكز ومجموعه ديال المؤسسات، وبالتالي الحاجيات كثيره بزاف. هذه الحاجيات تتطلب امكانيات كبيره اللي ما عندش المجلس الجماعي. اذا باش نحققوا هذا الشيء، السؤال تيطرح ما العمل؟ شنو خص المجلس الجماعي يدير باش يجاوب على تساؤلات وتطلعات ديال المواطنين؟ هذا هو الدور ديال المجلس الجماعي، وهذا الشيء علاش تنتخب المجلس الجماعي. انا بالنسبه لي هذا هو السر، او لا هذا هو يعني هذا الهدف او هذه المهام المنوطه بالمجلس الجماعي. هذا الشيء علاش تم انتخاب المجلس الجماعي، ماشي باش يسير ميزانيه. المجلس الجماعي لم ينتخب لاجل تسيير الميزانيه فقط، البحث على بالفعل خص الحكامه، بالفعل تيخص التدبير المعقل للموارد الجماعه، وبالفعل تيخص الحرص على المال العام. هادشي لا يناقش، ولكن راه الحقيقه الامر هو اننا لم ننتخب لاجل هذا، لان التدبير الميزانيه ممكن يديروا اي واحد، والهامش الخطا ما كاينش كبير. حتى الهامش الخطا ما كاينش لدرجه ان غنقولوا زعما راه غيوقع الافلاس. ولكن الهدف الاساسي اللي علاش انتخبناه هو اننا نحققوا التطلعات بجميع الوسائل، والوسائل اللي عندنا شنو هي المرافعه، وهي الترافع مع المؤسسات بطبيعه الحال، الدوله مع القطاعات الحكوميه، مع القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، مع كل الشركاء ديالنا لاجل تحقيق الهدف الوحيد والاوحد هو التنميه المستدامه. هذا المشروع ديال المدينه هو نموذج. بطبيعه الحال كانت عندنا نماذج سابقه، احنا قبيله تكلمنا على القطب الاقتصادي المندمج اللي كان فيه تقريبا ميزانيه ديال واحد 4 ملاير ونص. المساهمه الجامعه انذاك كانت 1 مليار و400 مليون، ودارت في اطار قرض ديال الفك. هذا نموذج ديال كيفاش يمكننا نقلبوا على الاستثمار وكيفاش يمكننا نقلبوا على الدعم بطبيعه الحال في اطار تعبئه الموارد الذاتيه بواحد الشكل اللي تكون رافعه، ودير داك لي في لوفيا مع الشركاء ديالنا ونجزوا مشاريع اللي تتعود بالنفع على الساكنه. هذا المشروع ديال المدينه هو مشروع طموح لانه تيهم بزاف القطاعات. يعني الا كنا حنا في المجلس السابق كان عندنا مشروع ديال القطب الاقتصادي المندمج، القطب الاقتصادي الاجتماعي الرياضي المندمج بواحد الميزانيه ديال 4 ملاير ونص. اليوم تنتكلموا على ميزانيه ديال 23 مليار ونص تقريبا، واحد 24 مليار، بدون ما نتكلموا على مشاريع اخرى اللي ما داخلاش مشروع المدينه واللي حتى هي تندرج في نفس الاطار. وهذه المشاريع هذه اللي التكلفه ديالها تتفوت يمكن هذا المبلغ هذا، وحنا غنجيو في النقاش عليها. يعني حنا بحال بغيت تقول دابا المدينه غاديه غاديه بمشاريع تتنجز في اطار اتفاقيات خاصه مع مجموعه القطاعات، وغاديه في اطار البحث على مشاريع تنمويه اخرى في اطار مشروع المدينه. بالفعل هذا مشروع المدينه يعني حنا كمجلس جماعي درنا فيه لقاء تواصلي مع الساكنه بطبيعه الحال، من بعد ما درنا واحد جوله يعني عبدو ربيه مع مجموعه ديال الشركاء ديالنا في اطار المرافعه على المشروع، في اطار الدفاع على المشروع ديالنا. وهنا لابد انني ننوه ونشكر العمل اللي تيقوم به السيد عامل اقليم تاونات السي حسن بن العتفة جزاه الله خيرا في الدعم ديالو والمسانده ديالو لهذا المشروع والوقوف الى جانبنا. بطبيعه الحال من النهار اللي بدينا، النهار الاول هو واقف الى جانبنا. علاش؟ لانه بطبيعه الحال اقتنع بالمضمون ديالو، واقتنع بان هذا المشروع المدينه ان شاء الله يجاوب على مجموعه ديال المشاكل ديال الساكنه. اذا شكرا للسيد عامل اقليم تاونات. بطبيعه الحال الشكر
الموصول للشركاء ديالنا اللي تواصلنا معهم، واللي كاين فيهم اللي عطى الموافقه المبدئيه وكاين اللي عطى الموافقه النهائيه، يعني كاين اللي وقع معنا الاتفاقيه. نعم. هذا المشروع ديال المدينه بطبيعه الحال يعني كان موضوع لقاء تواصلي كما قلت. هذا اللقاء التواصلي حاولنا نشرحوا فيه الضمان ديال مشروع المدينه. بطبيعه الحال في لقاء تواصلي مباشر ما تيكونش الحضور ديال الجميع، ويمكن العدد ديال القاعه اصلا، عدد الكراسي ما يمكنش يهز الساكنه ديال المدينه كامله. وهنا تيجي الدور ديال الاعلام، وهنا تيجي الدور ديال البرامج. وفي هذا الصدد السيد الرئيس ان مجموعه ديال المواطنين، بعض المواطنين تيتشكاو بانكم ما كانوش على علم بالموعد اللقاء اللي دار في 17 فبراير 2018، انكم ما علمتوهمش. وعلى اي حنا بالنسبه لنا حاولنا يعني الماكسيموم ديال اننا نبلغوا المعلومه، نبلغوا الاخبار للساكنه. نعم. درنا الاعلام في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، درنا الاعلام في الصحافه، يعني سبق للصحافه استضفتنا في اللقاءات السابقه، ومن خلال ديك الصحافه يعني المواقع الالكترونيه درنا الاعلام. نعم. درنا الاعلام مكتوب وعلقناه في يمكن ماشي كلشي السيد الرئيس يقرا الفيسبوك وتيقرا الصحف على درنا حنا اعلان، يعني لافتات وعلقناهم في مجموعه ديال الشوارع في المدينه. انا بالنسبه لي هذا الشيء تيبقى بطبيعه الحال غير كافي، ولكن الواقع الحال هو انه اللقاءات من هذا النوع اللي تدار في قاعات عموميه مشدوده مغلقه راه يمكنش تجي لها الساكنه كامله. نعم. راه يمكنش نتكلموا على لقاء تواصلي غتجي له اكثر من، حنا عندنا القاعات تتهز مثلا 500 الناس، ما يمكنش يجيو عندنا 1000 ولا 2000. ولكن راه اللي حضر مفروض فيه انه يبلغ اللي غايب، واللي حضر خصو يبقى حتى يتسالى اللقاء، يعني خصو يطرح الاسئله. حنا علاش نديروا لقاء التواصليه؟ حنا بالنسبه لنا غير ملي تنديروا لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني، يمكن عندنا مثلا نقولوا 100 جمعيه على مستوى المدينه وعيطنا ل 100 رئيس جمعيه ودرنا مع لقاء تواصلي، راه هذاك الرئيس ديال الجمعيه تيكون وسيط بين رئيس المجتمع المدني والمواطن انه يبلغ المعلومه. يعني ماشي بالضروري اننا نديروا لقاء مفتوح مع 20,000 الناس ولا 30,000 الناس باش نكونوا ترضيو الناس كامله. هنا تيجي الدور ديال الاعلام، والاعلام راه كان حاضر بطبيعه الحال. اذا السيد الرئيس ممكن نقولوا بان اللقاء التواصلي حقق ذاك الغايه او الهدف؟ بطبيعه الحال حنا بالنسبه لنا حقق الهدف ديالو، ولكن ما تيبقى ذاك اللقاء التواصلي بوحدو راه غير كافي. يعني المجلس مفروض فيه انه يدير لقاءات متعدده، وسينو راه حتى هذا اللقاء دابا معكم تندار تندارش في نفس الاطار. راه نقولوا صافي حنا سالينا، نقولوا درنا لقاء تواصلي ما نوليوش نهضروا في هذا الموضوع. بطبيعه الحال النتائج المواطن تيخصو يشوفها سير لو تيران. يعني هاد اللقاءات التواصليه ولا هاد اللقاءات مع المنابر الاعلاميه هي بطبيعه الحال لاعطاء المعلومه والايصال المعلومه للمواطنات والمواطنين. ما يمكنش المجلس الجماعي الشاغل هو في عالم والساكنه في عالم، خص الساكنه تكون مواكبه بطبيعه الحال مع المجلس الجماعي كاع المشاريع التنمويه اللي تيدير. ولكن المواطن فاش علاش يحكم على الواقع، على المنجزات، على ارض الواقع. وبالتالي حنا هذا التواصل تيكون تيفيد العمل ديالنا وتيسر لنا الماموريه في العمل ديالنا بطبيعه الحال على ارض الواقع. اخي السيد الرئيس، مجموعه ديال المؤاخذات او الانتقادات اللي سجلناها بخصوص البعض تيقولوا بان مثلا اللقاء التواصلي كان فقط استعراض وحمله انتخابيه قبل الاوان. وانا بالنسبه لي اللقاء التواصلي المفروض فينا اننا نديروه. يعني القوانين التنظيميه، المجالس الجماعيه او الدستور تيهضر على التواصل وتيهضر على الاشراك ديال المجتمع المدني. القانون الداخلي ديال المجلس الجماعي عندنا فيه لقاء تواصلي خصنا نديروه كل عام. يعني من الفروض فينا اننا نتواصلوا مع الناس. واش من نتواصلوا مع الناس يقولوا تنديروا حمله قبل الاوان؟ حنا تنتواصلوا مع الناس باش نوصلوا المعلومه للمواطنات والمواطنين، باش نكونوا تنشتغلوا في اطار تشاركي بالفعل. حنا اكثر من هذا الشيء اطار مقاربه تشاركي. حنا اكثر من هذا الشيء. هذا المشروع المدينه راه قبل ما نعرضوه على الناس بهذه الطريقه حنا شاركنا فيه جمعيات المجتمع المدني. سبق لي درت اكثر من 6 ديال اللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني في اطار التشخيص وفي اطار البحث على الاجوبه والحلول للمشاكل ديال الساكنه في مجموعه المجالات. هذا اللقاء تيجي في نفس الاطار. حنا هذا ما غير كافي. انا بالنسبه لي خصنا نديروا لقاءات اخرى
المواطن مازال بحاجه لانه يعرف بزاف د الحوايج باش يواكب وباش يشارك. علاش غنديروا حنا الحمله قبل الاوان؟ ما فهمتش. هادشي تيدخل في صلب اختصاصات المجال الجامعي، هادشي اللي قمنا به تيدخل في صلب اختصاصات. واش الا كان هذا الاختصاص ديالنا راه فيه حمله قبل الاوان فانا بالنسبه لي راه حمله. انا تنعتبر هذا الشيء ماشي حمله قبل الاوان، تنعتبره اشراك وتنوير للمواطنات والمواطنين. حنا بحاجه للمواطن باش يعني يوجهنا وباش يفيدنا وباش يعطينا الرأي ديالو في بعض القضايا، ويمكن ينتقدنا في مجموعه الامور ويصحح لنا بزاف الامور. الا اشتغلنا بوحديتنا يمكن نخطئوا، ولكن الا اشتغلنا مع المواطنات والمواطنين واشتغلنا مع الفعاليات المجتمعيه المدني يمكن تنقلصوا من المستوى ديال الخطا. نعم السيد الرئيس، من بين كذلك الانتقادات او المؤاخذات او ما تقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي انكم مجموعه ديال المشاريع نتوما تتبنوها ماشي ديالكم فقط، نتوما غير تبنيتوها، مثلا مشروع الماء، مشروع تطهير السائل، ومشروع المسجد الكبير. شنو يمكن لكم تقولوا لنا في هذا الموضوع ديال يعني الركود ديالنا على بعض المشاريع كما ذكروا بعض؟ انا بالنسبه لي المجالس الجماعيه الاختصاصات ديالها راه معروفه. هذه الاختصاصات يعني كاين جزء منها اللي تديروا بالامكانيات الذاتيه ديالها، وكاين جزء منها تديروا بالامكانيات الذاتيه بطبيعه الحال وامكانيات ديال قطاعات اخرى في اطار تشاركي، يعني بشراكه مع شركاء اخرين. وكاين مشاريع اخرى اللي تدار في اطار المرافعه ديال المجلس الجماعي بميزانيه خاصه ديال قطاعات اخرى. وهذا الدور ديال المجالس المنتخب، الدور ديال رؤساء الجماعات. انا بالنسبه لي خصني نحقق التنميه المستدامه، يعني جميع القضايا، يعني تطرق جميع الابواب بطبيعه الحال. جميع القضايا اللي تتهم الساكنه خصني نهضر فيها كمجلس جماعي. كاين اللي غادي نتكلف بها بالامكانيات الذاتيه ديال المجلس الجماعي، وكاين اللي غنتكلف فيها باطار تشاركي، وكاين اللي غندق عليه بيبان مثلا اللي غادي يمولوها بامكانيات ديالهم هذوك الناس اللي غنمشيو عندهم. بالنسبه لهذه النقاط السي هشام، 3 ديال المشاريع اللي ذكرتي انا بالنسبه لي راه كاين حضور كبير فيهم ديال المجلس الجماعي، يعني كشريك. مثلا المشروع ديال تطهير السائل، مشروع تطهير السائل راه عندنا في اتفاقيه شراكه ما بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للمسائل الشرطه. هذا مشروع تقريبا التكلفه ديالو راه دابا تقارب واحد 5 ديال المليار سنتيم، 4 مليار و600 مليون سنتيم. اتفاقيه الشراكه اللي عندنا مع لونيب فيها لونيب تتساهم 50% والمجلس الجماعي تيساهم 50%، على اساس ان المجلس الجماعي غيفوت هذا القطاع لمده 15 سنه للونيب. هذيك ال 50% ديالنا بطبيعه الحال واش حنا عندنا الامكانيات باش نخصصوا 2 مليار و300 كمجلس الجماعي؟ بحثنا على اعتمادات جهات اخرى، مشكورين الناس اللي ساهموا معنا. الاتحاد الاوروبي ساهم معنا في اطار منحه بواحد 1 مليار و750 مليون، ووزاره الداخليه مشكوره ساهمت معنا بالبقيه. احنا بالنسبه لنا في الاتفاقيه اقتنينا يعني العقار ديال المحطه ديال التصفيه، اقتنينا العقار ديال المحطه ديال الضخم بجوج. هذا الشيء راه يعني مؤثر في اطار اتفاقيه الشراكه. واش غنقولوا هذا المشروع المجلس الجماعي ماشي ديالو؟ زعما انا بالنسبه لي غيدخل في صلب الاختصاصات ديال المجلس الجماعي. وكان ما درناش المواطن خصو يحاسبنا يقول لنا راكم ما درتوش. من درناه راه حنا شركاء في داك الشيء اللي دار. بالنسبه للمشروع ديال المسجد نفس الشيء. المسجد بطبيعه الحال كاين خصاص كبير كان على مستوى المساجد في المدينه. الحمد لله تنجزوا 3 المساجد، ماشي غير المسجد الكبير. 2 ديال المساجد، واحد دار في اطار الجمعيه ديال بوشمار، مشكورين الناس ديال الجمعيه جمعيه الفضل الله يجازيهم بخير، يعني كمحسنين الله يجازيهم بخير داكشي اللي قاموا به. المسجد دابا الحمد لله راه خدام. دار مسجد على مستوى حي حمري كذلك من طرف المحسن الله يجازيه بخير اللي هو السي الهلاوي. ويعني المشروع الثالث اللي دار في اطار تشاركي ما بين الجماعه ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه مشكوره كذلك. هذه الشراكه اللي عند الجماعه مع الاوقاف، وان الجماعه خصت العقار، يعني العقارات الجماعه تعطاف بدرهم رمزي في اطار تشاركي، وعلى اساس الاوقاف والشؤون الاسلاميه بنات لك المسجد مشكور. باش ما نبقاوش اي مشروع، باش نكون واضح، اي مشروع دار على مستوى التراث الجماعه فالجماعه معنيه به وراه شريك فيه وراه مساهمه فيه.
يعني غير الفات ان الجامعات تقنع اي شريك كيف ما بغى يكون، سواء كان من المجتمع المدني، كان من القطاع الخاص، كان من القطاعات الحكوميه، كان من مؤسسات الدوله، اي واحد دار شي مشروع فوق تراب الجامعه، فهنا راه كاين الدور ديال المجلس الجماعي والدور ديال الجامعه. نذكروا المشروع ديال الماء، المشروع ديال الماء هذا مطلب عند المجلس الجماعي قبل من 2005، قبل من 2005، ومطلب عند الساكنه يعني من 97 وحنا تنسمعوا هذا المطلب، وحنا كنا حنا تنطالبوا من 67. هذا ملف قديم. الحمد لله استطعنا نقنعوا الناس ديال الاستثمار، مشكورين جزاهم الله خيرا، اقتنعوا بان هذه المحطه ديال التصفيه اللي كاينه على مستوى واد السبو غير كافيه اولا، وما مابقاش تستجب لداك الشيء اللي باغيين المواطنات والمواطنين. ارتفاع نسبه التلوث اللي كاينه في الواد ديال السبوع. حنا بالنسبه لنا مابقاش تستجب، يعني اقتنعوا الناس لونيط انهم خصهم يلقاو الحل. كان انذاك جوج ديال لا فيرسيون في اطار الدراسه اللي دارت في 2004 و 2005، كانوا دو فيرسيون. كانت الفيرسيون اللي تتقول نجيبوا الماء من ورغه من السد، من حقينه السد، ونجيبوها هكاك الماء بريد ما مصفيش، نجيبوه حتى لمحطه التصفيه ديال الصبو ونصفيوه ونوزعوه على المواطنات والمواطنين. والفكره الثانيه هو ان دار محطه تصفيه جديده على مستوى الحقينه ديال السد، وهذا هو الحل اللي دار. هذا مشروع طموح، مشروع كبير تيجاوب على المشكل ديال الماء على مستوى القريه بومحمد اولا، وراه تنجزوا التعاطي انطلاقه دابا يعني راه فونكسيونيل الحمد لله. حنا دابا تنشربوا الماء ديال الحقينه السد الوحده. يعني المرحله الثانيه غتكون ديال دائره القريه، تسعد الجامعات القرويه يعني غتستافد كذلك من هذا المشروع ديال تطهير ديال الماء الصالح للشرب من الحقيبه ديال السد الوحده. من بعد داك الشيء غتستافد مقريصات وزان الشاون، يعني هذا مشروع كبير. كنعطيو انطلاقه صاحب الجلاله في 2010. اليوم ها هو الحمد لله يعني الثمره ديالو هي وصلت لقريه بومحمد، من بعد غتوصل للدائره ككل، ومن بعد غتوصل لجهات اخرى. هذا المشروع راه تعطات له الانطلاقه ديال اول، يعني من بعد ما دار الدراسه ديال اول مشروع غيدار اللي هو المحطه التصفيه دارت في 2009، يعني اول مقاوله تعينت باش تخدم المحطه التصفيه اللي غدار في 2009. الانطلاقه كانت في 2010. انا بالنسبه لي تنشكر كاع جميع الناس اللي ساهموا في هذا المشروع انطلاقا من الدراسه حتى اليوم، وبطبيعه الحال المستقبل كاع الناس اللي شاركوا فيه. حنا كمجلس جماعي وكفاعلين على المستوى المحلي راه حنا كنا شركاء، وحنا جزء، وحققنا مطلب ديال الساكنه ومطلب ديالنا اللي هو الماء الصالح للشرب. كيفاش انا يمكن ليش علاش ما نسبش هذه النتيجه للمجلس الجماعي؟ اسمح لي، هذا بالنسبه لي نسبها لهذا المجلس والمجلس السابق، وتنشكر كاع نسبها بطبيعه الحال لونيب والفاعلين، السلطه المحليه، السلطه الاقليميه، كاع الناس اللي شاركوا معنا جزاهم الله خيرا. هذا مشروع يتسجل لهم. نعم. سيد الرئيس، كثر الحديث في الإطلاق على الميزانيه والفائض بواحد الدرجه كبيره. لما تقال كل واحد وشنو تيقول، بغيناكم توضحوا للمشاهدين هذه المساله ديال الفائض. صدر انا بديت نوضح فيه بديتي قبيلات، ولكن بديت على ايام. بالنسبه للفائض شنو هو دابا؟ غير باش نوضحوا الامور، شنو هي الميزانيه اصلا؟ لان كاين واحد المجموعه ديال الضبابيه في هذا الموضوع. الميزانيه هي المداخيل ديال الجامعه، هي الميزانيه. هذه المداخيل منين تجي اما من المداخيل ديال الدوله، من حتى تعطى من طرف الدوله، يعني من تنقول الدوله وزاره الداخليه، المديريه العامه للجامعات المحليه، او لا من خلال مداخيل ذاتيه اللي تلحقها الجامعه كمداخيل ديالها تتعطينا الميزانيه. غنتكلموا عن الميزانيه ديال القريه. انا قلت 3 سنين التاليه، يعني من 2015 و16 و17 الميزانيه ديال الجامعه تقارب 22 مليون درهم، يعني 2 مليار و200 مليون تقريبا، 2 مليار و230، 2 مليار و240. هذا هو فين هاد 2 مليار و200 فيها المساهمه ديال وزاره الداخليه بداك لابار ديالنا الضريبه على القيمه المضافه تقريبا بواحد 14 مليون درهم، يعني مليار و400 مليون. شحال تتبقى 800 مليون. هذيك 800 مليون هي المداخيل اللي يمكن نعتبروها مداخيل ذاتيه ديال الجماعه. شنو فيها الرسوم والضرائب على المستوى المحلي اللي تستخلص الجماعه، وفيها هذه المداخيل ديال الكراء ديال المرافق ديال الجماعه، مثلا نقولوا مارشي، السوق، الجزاره، لابيسين، الديور اللي تتكراو على ايام. هاد 800 مليون
ملي تنزيدوها على 14 مليون درهم مليار و400 تعطينا 2 مليار و200. هاد 2 مليار و200 هي الميزانيه. هاد 2 مليار و200 شنو تنديروا بها حنا؟ لان تيقولوا الرئيس يتصرف في 2 مليار و200. انا بالنسبه لي الرئيس راه ما تيتصرفش في 2 مليار و200. عنده مصاريف اللي واخا ما يكونش اسماعيل الهاني، يكون اي رئيس كما بغى يكون، خصو يصرفها وبز منه. كاينه مصاريف الزاميه واجباريه، يعني ضروري خصها تصرف، ضروري خصها تصرف. هاد المصاريف الالزاميه والاجباريه راه معروفه شنو هي. هي الموظفين. واش الموظفين الزاميين ولا لا ضروري تيخلص الموظف. ممكنناش ما نخلصوش الموظف. واش الضوء الاستهلاك ديال الضوء، الاستهلاك الاناره العموميه، واش ما نخلصوش؟ خصنا نخلصوه. واش الكريدي فاك، اليطرات ديال الكريدي صندوق ديال الجمعيه ما نخلصوش؟ خصنا نخلصوهم. واش المساهمه ديالنا مع مجموعه الجماعات التعاون، يعني النقابه التعاون، واش ما نعطيوهاش؟ خصنا نعطيوها. واش المجموعه ديال جماعات الخير خصنا نعطيوها لها. واش الرامد مثلا المساهمه ديال المجلس الجماعي في الرامد واش ما نعطيوهاش؟ خصنا نعطيوها. واش داك الفاكسان اونتي رابيك واش ما نخلصوش النسبه ديالنا؟ يعني كاين شي حوايج اللي الزاميه وضروريه تخلص. هاد المصاريف انا بالنسبه لي راني نشرت الميزانيه في الموقع الالكتروني للجماعه وفي الموقع الفيسبوك ديال الجماعه، وبارطاجيتها يمكن حتى في الكونت فيسبوك ديالي اللي يعني الناس المواقع التواصل الاجتماعي راه شافوها. واللي بغى يدخل الموقع الالكتروني للجماعه راه غيدخل وغيلقى هاد الارقام يشوف راسو. تنظن زعما بلا ما يقرا له شي واحد شي قراءه لا انا ولا غيري. يعني الشفافيه كاينه في الوضوح راه باين، كلشي باين. عندنا مصاريف الزاميه واضحه. تقال بان الرئيس يعتبر بان الجمعيات المجتمع المدني واش الجمعيات الزاميه. تقال هذا الكلام. نعم. واش الاعوان العرضيين الزاميين؟ تقال هذا الكلام. انا بالنسبه لي تنعتبرهم الزامي، ما عندي ما نقص منه ما عندي ما نزيد فيه. واش عون عرضي خدام ما يتخلصش؟ خصو يتخلص. واش الجمعيه صادق المجلس الجماعي في دوره انه يعطيها 10 ولا 5 ولا 4 واش ما نعطيهاش؟ خصها. وعندها الوثائق ديالها وعندها المسائل ديالها ودارت البرنامج ديالها، راه خصها نعطيها لها. واش هاد المصاريف ملي تنصرفهم رئيس الجماعه واش غيصرف منهم؟ ما عنده ما يصرف فيهم. داكشي علاش تنقولوا مصاريف الزاميه بالمفهوم ديال رئيس الجماعه، ما عنده ما غينقص ولا يزيد فيهم. كاين مقرر ديال المجلس الجماعي بطبيعه الحال اللي تيتكلم على جمعيات غنعطيوهم منح. كاين اعمال واشغال اللي تدار على مستوى الجماعه اللي تنخدموها بالاعوان العرضيين. هذا الشيء ما راه واضح. حتى اللائحه ديال الاعوان العرضيه حنا رحنا نشرناها في اطار الشبابيه. هذه مصاريف انا تنعتبرها مصاريف الزاميه للرئيس. حتى المصاريف الاخرى راه الزاميه. علاش مصاريف الزاميه؟ لان الرئيس باش تيصرف بمقرر المجلس. الناس ما فاهماش يمكن هادشي. راه ماشي الرئيس يصرف الراسو. عندي ميزانيه، هذه الميزانيه فيها مجموعه الفصول. هذوك الفصول تيعينهم المجلس هو اللي تيحددهم. تيقول هذا الفصل نديرو فيه 4 ريال وهذا الفصل نديرو فيه 10 ريال وهذا الفصل نديرو فيه درهم. راه ماشي الرئيس. يعني القرار ديال الفصول في الميزانيه هو قرار ديال المجلس. وانا بالنسبه لي طونك عندي ميزانيه فيها فصول تتسمى ميزانيه التسيير. هذيك ماشي الاستثمار، هذيك تتسمى ميزانيه ديال التسيير ماشي ديال الاستثمار. ماشي باش نديرو بها المشاريع. ميزانيه ديال الاستثمار منين تخرج من هذيك ديال التسيير. يعني لا وفرنا شي حاجه منها تندوزوها لميزانيه ديال الاستثمار. ولكن الميزانيه ديال الاستثمار ما فيهاش غير داكشي اللي تنشيطوه. ميزانيه ديال الاستثمار راه فيها داكشي اللي تنشيطوه من الميزانيه ديالنا تنوفروه، وفيه الدعم ديال المؤسسات الاخرى. يعني كاين مجموعه ديال القطاعات ممكن تدعم المجلس وتبير سيرو الفلوس، تعطيه الفلوس. مجلس اقليمي، مجلس ديال الجهه، وزاره الداخليه، القطاعات الحكوميه كلهم ممكن يعاونوا المجلس الجماعي ويكبوا الفلوس في الميزانيه ديال الجماعه في اطار الاستثمار. اذا هذه الميزانيه ديال التسيير اللي تنتكلموا عليها، هاد 2 مليار و200 اللي فيها 1 مليار و400 ديال الدعم ديال التبعيه و800 مليون ديال المداخيل ديال الرسوم والضرائب على المستوى المحلي والواجبات ديال الكراء ديال المحلات التجاريه والسوق الى اخره. فتدينا فيها الموظفين تقريبا 1 مليار و200 مليون. من 2 مليار و200 تتمشي 1 مليار و200 تقريبا اكثر من نص. هذه غير الموظفين. شحال تتبقى مليار. هذاك المليار راه خصني نخلص منه الضوء ديال الاناره العموميه، خصني نخلص منه الفاك الصندوق ديال الجماعي. يعني هذه المصاريف اللي تكلمت عليها اجباريه. انا مثلا ندير عمليه حسابيه هادشي راه لونسيتو انا في لاطاج ديال الجماعه راه تتوصل تقريبا المصاريف الالزاميه 1 مليار و700 مليون.
بمعنى شنو اللي تيبقى للرئيس؟ الهامش ديال التصرف واحد 500 مليون. شنو تيدير بها الرئيس هاد 500 مليون؟ هي المصاريف اللي تيهضروا عليها عباد الله دابا في الفيسبوك، هي المازوت، هي الاصلاح الاليات، هي التغذيه، هي الديبلاسمون الاعضاء، هي الفورنيسيور دو بيرو، هي مجموعه الفصول، سيما، حديد، روكارات، بزاف ديال الفصول. هي ديك 280 مليون اللي صرفنا هذا العام. نعم. وداك 200 مليون الاخرى اللي وفرنا اللي هي بالمجموع تنصيبوا راسنا حنا واحد 470 مليون. السؤال هو واش الرئيس تيمشي 2 مليار و200؟ واش يمشي 2 مليار؟ بما ان عندي انا مصاريف الزاميه راه تكون خارجه الاراده ديالي، ما كاينش نقص منها، ما عندكش انت كيفاش دير تصرف فيها، ما كاينش نقص منها، ما كاينش ما نخلصهاش، ما كاينش نقول انا عندي مثلا 2 مليار و200 الناس تيسحب لهم عندي 2 مليار و200 يعني راه يمكن ندير بها 4 الاحياء، يمكن نصوب بها 4 الاحياء اللي عندهم الغيس مثلا ما عندهمش البنيه التحتيه مزيانه. نعم. هذا الفهم راه فهم خاطئ. انا بالنسبه لي المجلس الجماعي عنده ميزانيه 2 مليار و200 فيها مصاريف الزاميه 2 مليار و700، تتبقى 500 مليون هي اللي غيتصرف فيها الرئيس. هذا 500 مليون خصو يدير فيها الحكامه الجيده، خصو يدير فيها التقنين ديال المصاريف، خصو يعني يحاول ما امكن انه يحافظ على ذاك الفلوس باش يوفر منها شي شويه ديال المال. هذا العام وفرنا 190 من هذا 470 مليون، وفرنا 190 وصرفنا 280. انا قلت بانه ما خصش تكون المغالطات فيها بزاف، ونبقاو نقولوا بان رئيس الجماعه تيتصرف في 2 مليار و200 وكأن رئيس الجماعة عنده 2 مليار و200 يعني قادر يصوب بها 2 أحياء أو 3 أحياء ويعني هيكل بها مجموعة ديال الأحياء. هذا كلام مردود على مواليه. يعني بالنسبة لي رئيس الجماعة تيتصرف الهامش واحد تيتصرف في حدود واحد 5 ديال المليون درهم، يعني واحد 500 مليون سنتيم. هذيك 500 مليون تيوفر منها واحد 200. هذه هي الميزانية ديال الجماعة، هذه الميزانية ديال هذا الشيء راه نشرناه. بالنسبة لي راه نشر. يعني الهامش اللي تيتكلموا عليه الناس هو هامش ضيق بزاف، وراه انا بالنسبه لي يعني تنقول لهم يحدوا لنا يحدوا هذا الفصول باش ما يبينوش، ما يهضروش على 2 مليار و200، يقولوا لنا شنو هما الفصول اللي فيهم مشاكل وراه يمكن تساو. الناس اللي تيتكلموا راه هضروا على هذه الفصول، هضروا على المازوط راه عندنا فيه 102 مليون، هضروا على الاصلاح الاليات فيها 30 مليون هي 132، هضروا على الاطعام فيها 16 مليون هي 148، هضروا على تنظن بالنسبه للفورنيتور ولا يعني غتجمع هذا الشيء كامل اللي تكلموا عليه ما تصيبش، يعني المصاريف ديالو ما تتجاوزش واحد 200 مليون سنتيم. انا قلت المصاريف كلها اللي فيها نقاش لا تتجاوز 280 مليون سنتيم، وبالتالي من المفروض على رئيس الجماعه انه يبحث على استثمارات من جهات اخرى، سواء مع القطاع الخاص سواء مع القطاع العام، مؤسسات الدوله، المجتمع المدني. هذا الدور رئيس الجماعه. الا ما قادرش يدير هذا الشيء راه ما غينجحش المهمه ديالو هو المجلس الجماعي، باش نكون واضح. الا غيسير ال 500 مليون وخا يشد هذا الجامعه يعني ما كاينش الحديث عن التنميه لو ان الانسان يقلب ويبحث على الموارد. الا بقينا نقولوا نمشيو قد برادنا زعما نمشيو على قد الامكانيات ديالنا. انا بالنسبه لي عندنا 500 مليون د الهامش الصرف وخا نشدوا الجماعه ونحبسوا داك الحديد، ما نديروا لا نظافه لا اشغال، ما نتحركوش كاع، نوقفوا كل شيء، غنلقاو راسنا وفرنا 500 مليون. نشدوا بالفعل هكا بهذا المنطق، نشدوا الجماعه وما نديروا حتى حاجه، غنخلصوا غير الموظفين. ما يمكنش ما تخلصش الموظف، غتسرحهم تقول لهم سيروا. لا بطبيعه الحال ما غتسرحهمش، راه يعني خصك تخلصهم. واش غتساهم تعطي المساهمات ديالك، تخلص الاناره العموميه ديال الشارع، تخلص المسائل اللي عندك شي كريدي فاك، المسائل اللي الزاميه تخلصها، غتبقى لك واحد 500 مليون. هاد 500 مليون ما نديروا حتى حاجه كاع، نحبسوا. واش 500 مليون غدير لنا 800؟ لا ما قادرش. واش 500 مليون ضربناها في 6 سنين تعطينا 3 المليار، واش غنديروا بها 800؟ راه ما قادرش. ولهذا يعني المجلس اللي ناجح او رئيس الجماعه اللي ناجح خصو يقلب على استثمارات من جهات اخرى. والنماذج هي عندنا في المشاريع اللي تنجزت واللي راه تتنجز واللي مبرمجه ان شاء الله واللي كاينه في مشروع المدينه. نماذج كثيره اللي فيها الشريك مؤسسات الدوله، واللي فيها الشريك ديال قطاعات حكوميه، واللي فيها الشريك المجتمع المدني والجمعيات، فيها شريك بطبيعه الحال الجماعه. نعم. هاد المنجزات اللي تنجزت راه خير دليل. غنمشيو لاي مشروع تنجز على مستوى المدينه القريه وغنقولوا واش هذا المشروع نجزاتو الجامعه بالميزانيه الذاتيه ديالها، نقولوا لا. حتى مشروع ما كاينش شي مشروع حنا اللي درناه.
نقولوا كامل الوسائل الذاتيه ديالنا، جميع المشاريع تنجيبهم في اطار تشاركي، وهذا نموذج ديال التسيير، نموذج ناجح. بالنسبه لهذا مشروع المدينه باش نكونوا واضحين، مشروع المدينه يعني خص الناس تفهم هي شنو هي المشاريع اللي غتكون هذه الولايتين من هنا 2018 ل 2020. انا بالنسبه لي حنا في القريه الناس تتكلم مثلا على الماء، كان عندنا نقاش كبير على الماء الحمد لله الماء دابا هو جا، الماء عندنا في القريه. نهضروا دابا على الجامعه الترابيه قريه بومحمد ما بقاش عندها مطروح المشكل ديال الماء. كان عندنا نقاش حول الضوء، كان نقاش في المدينه المجتمع المدني تيقول لك الضوء تيتقطع. زدتوا شي ارتاحات حنا تزاد يعني دابا تزادوا جوج ديال الارتاحات، وحده تبدلت من بلاصتها اللي كانت في المسيره ولات لجهه المقاطعه الثانيه، يعني بحال اللي تحدثوا جوج، وحده تجدت هي ثلاثه. لا موين طونسيون في المدينه ما بقاش ايريان، يعني كاع السلوكات الموين طونسيون ولاو سوتيران. هذا استثمار مهم دار استثمار على مستوى المجاعره، يعني السد المجاعره راه دار استثمار تقريبا بواحد المليار 15 مليار سنتيم باش لا طونسيون تكون مزيانه، يعني باش ما يكونش انخفاض في الضغط، يعني ما يمكنش باش ما داك بارفوا راه كانت الطاقه تتهود مثلا 180 170، كاين شي حوايج اللي ما كانتش تخدم عندنا. اليوم كاين مشروع مهم دايره المكتب الوطني للكهرباء مشكور، مشروع جد مهم وغيتنجز، راه دارت فيه لابيل دوفر ديال لا هوت طونسيون، وراه قلتو في اللقاء التواصلي، وغيتنجز في التراب ديال جامعه بنيسلوس بعيد على القريه تقريبا افول دوازو بواحد 6 كيلومتر. مشروع ديال بوست لا هوت طونسيون ديال 622 بتكلفه تقريبا ديال 6 مليار 700 مليون، واللي غيتنجز في نهايه، يعني غيكون نهايه سنه 2018 و 2019، بمعنى من هنا ل 2020 القريه غيكون عندها بوست لا هوت طونسيون، وغيتزادوا جوج الخطوط ديال لا موين طونسيون. دابا حنا حاليا عندنا جوج الخطوط، عندنا واحد من الدريس الاول وواحد من المجاهره، غيتزادوا جوج الخطوط من البوست الجديد اللي غيدار، يعني القريه غيولي عندها 4 الخطوط، بمعنى الكهرباء في القريه غيولي بحال المدينه بحال فاس، ما غيتقطعش الضوء. الا تقطع في خط غيتطلق في 3. هذا ما يبقاش المشكل ديال الاناره، يعني المشكل ديال الضوء ما غيبقاش عندنا من عامين، ولله الحمد لله. كان عندنا مشكل شي وقت الناس تتكلم على تطهير السائل الواد الحار، راه بالفعل القريه كان عندها التغطيه ديال واحد 20% ديال تطهير السائل. دابا اليوم حنا وصلنا لواحد 80%، بقات لنا واحد 20% غنوصلوا لها ان شاء الله في السنتين المقبلين ولا 3 سنين التاليه. يعني الا حلينا المشكل ديال الماء، حلينا المشكل ديال الضوء، حلينا المشكل ديال تطهير السائل، ودرنا الحمد لله مشروع المحطات التصفيه وجوج المحطات ديال الضغط، يعني حتى البيئه تنحافظوا عليها. دابا ما بقيناش نلوثوا هذا السبب. من غتخدم المحطه التصفيه غيوليو الساكنه القريه داك لاسينيسمون ديالهم ما تيتكبش في الوا السبون مباشره حتى تيتصفى. هادو مشاريع جد مهمه انا بالنسبه لي، مشاريع اللي ما نستهلوش بها. حاجه اخرى، الساكنه تتكلم على المستشفى، الناس كلهم تيقول لك ما عندناش مستشفى، وافيكتيفمون عندنا مشكل كبير. هذا مطلب ديال الساكنه استطعناه، مطلب مليح السيد الرئيس، مطلب مليح حنا درناه في اطار الاولويات ديالنا في مشروع المدينه. راه عندنا بناء مستشفى القرب في مشروع المدينه بتكلفه تقديريه 4 مليار سنتيم. هذا 4 مليار سنتيم درنا المساهمه ديال المجلس الاقليمي التامينات مليار سنتيم، والحمد لله المجلس الاقليمي التامينات مشكور صادق على الاتفاقيه وصادق على المليار سنتيم. والثلاثه المليار خصنا وزاره الصحه تساهم بها، وحنا كجماعه خصنا نفكروا في العقار نساهموا به. هذا مشروع داخل في مشروع المدينه اللي عنده مده الانجاز 18 19 المشروع ديال تصفيه الدم. يعني هذا الموضوع الصحه حنا تنجاوبوا عليه في مشروع المدينه. ما نقولوش مثلا هذا اللي بقى يقول دابا المستشفى حنا المستشفى الحمد لله حنا صبرنا له الجواب، يعني كاين الجواب ديالو. خصنا ننتظروا الانجاز المشروع بطبيعه الحال، على الاقل يكون عندنا طبيب جينيكولوج ديال النساء، يكون عندنا بيدياتر ديال الدراري الصغار، يكون عندنا بعض التخصصات، يكون عندنا دي زوبيراسيون بساط تيداروا على مستوى المدينه، نخفوا شي شويش من هذا الوضع اللي عندنا على مستوى المدينه. عندنا مشروع اخر في اطار ما هو اجتماعي، مشروع اللي جد مهم وداخل في اطار اتفاقيه الشراكه مع القطاع الخاص، مع اسمح لي مع جمعيه المجتمع المدني ومع وزاره الصحه ومع مجلس اقليمي والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والجماعه، اللي هو احداث مركز لتصفيه الدم لمرضى الفصول الكلوي والضغط الدموي، يعني الناس ديال السكر. مشروع اللي الاتفاقيه توقعت فيه والاعتمادات يعني المرصوده كاينه، وان شاء الله الانجاز ديالو غيبدا عما قريب. هذا مشروع جد مهم، هذا ما دخلش مشروع المدينه، هذا يعني هذا مشروع ابار.
عندنا مشروع اخر ما دخلش في مشروع المدينه اللي غيتنجز، هو بناء مركز الشباب والرياضه. يعني في بلاصه دار الشباب الحاليه غتريب دار الشباب وغيتبنى مركز الشباب والرياضه. الدراسه واجده واللونسمون ديال البروجي غيدار في الشهر الجاي ان شاء الله. يعني الانجاز هذا المشروع غيكون هنا واحد الشهرين، مثلا شهرين ونص غيبدا الانجاز. غنريبو دار الشباب، غنقولوا هنا واحد المشروع غتبنى وحده في المواصفات اللي يعني اللي غتجاوب على تطلعات يعني الشباب عصريه على مزيانه. مستوى المدينه. هذا مشروع جد مهم. عندنا مشروع اخر ما دخلش مشروع المدينه، هو مشروع بناء مركز للمسنين والمشردين. كاين كذلك اتفاقيه شراكه موقعه والاعتمادات كاينه والدراسه واجده. حنا غنلونسيه ان شاء الله كذلك في الشهر الجاي. عندنا مشروع ديال بناء الطريق رقم 118 اللي حدا المسجد واللي حدا القاعه اللي حدا المسجد الكبير. وعندنا بعض الطرق في الاحياء، مثلا الخربه، الجزيئه ديال ياسمينه، المسيره، حمري. يعني مجموعه الاحياء اللي غتستافد كذلك ان شاء الله في نهايه هذه السنه من الطرقات. هذا الشيء خارج مشروع المدينه. وعندنا مشاريع جد مهمه في مشروع المدينه اللي لا يستهان بها. ما نقولوش حنا ما كاينش، لا سواء على مستوى البنيه التحتيه. البنيه التحتيه بوحدها راه تقريبا واحد 12 مليار سنتيم. يعني جميع الاحياء السكنيه في المدينه غتتهيكل وغيوصلها حقها في البنيه التحتيه، الطرقات والبيطوناج ديال الدروبه ولي تروطوار وليكليراج بيبليك ولي زيسباس فير المناطق الخضراء. هادشي راه ماشي ساهل. عندنا مشاريع ذات الطابع اقتصادي. عندنا مشروع ديال لا زون داكتيفيتي اللي غيستهدفوا منها اكثر من 300 الحرفيين. حي الحرفي. عندنا مشاريع ذات الطابع ديال الرياضه، هي تعشيب الملعب والمركز ديال الاستقبال والتنشئه اللي تقريبا بواحد 1 مليار و700. هذه مشاريع جد مهمه ما يمكنناش نستهنوا بها زعما. عندنا المجزره العصريه غنديروا لها الاستكمال ديال البناء والتجهيز، وغتكون اول مجزره عصريه ان شاء الله على مستوى الاقليم تاعنا اللي غتنجز. وغتكون مجزرات فيها المواصفات السلامه الصحيه، بطبيعه الحال عندها الرخصه ديال اللونسا ديال المكتب ديال السلامه الصحيه. مشروع اللي ماشي ساهل، هو غير على مستوى السلامه الصحيه للمواطنات والمواطنين. واش هاد القرنه اللي عندنا في المدينه واش صالحه؟ واش هاد اللحم اللي تيتباع عندنا على مستوى القريه تيتباع فيه شروط السلامه الصحيه؟ هذه مشاريع جد مهمه، مشاريع اللي ما يمكنناش. انا بالنسبه لي اللي غيقول هذا الشيء ما مزيانش الله يهديه. اللي غيقول هذا الشيء ما مزيانش الله يهديه. راه الا تزادت غير طوبيه في القريه خصنا نقولوا الحمد لله عليها. الا تزادت غير درهم استثمرت في القريه خصنا نقولوا الحمد لله عليها. هاد المشاريع مشاريع جد مهمه. الشركاء ديالنا مشكورين جزاهم الله خيرا، يعني تاقوا في المجلس الجماعي واستجبوا التطلعات ديال الساكنه. ويعني هذا الشيء اما مبدئيا او في الواقع اكدوه في التوقيع ديالهم. غنقول السيد العامل في اطار دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لمشروع المدينه غيساهم 320 مليون كمبادره. غتساهم 320 مليون سنتيم. شنو في هاد 320 مليون سنتيم؟ فيها 2 الملاعب القرب وفيها جوج ديال المواقع غنديروا فيهم لي جو دونفون، الالعاب الاطفال. يعني غنختاروا 2 ديال المواقع، مثلا 2 ديال الصحه العموميه غيديروا فيهم لي جو دونفون. يعني الالعاب الاطفال ب 200 مليون والملاعب القرب 120 مليون. جوج الملاعب هي 320. الاتفاقيه تم التوقيع ديالها من طرف السيد العامل. عندنا المجلس الاقليمي وقع معنا الاتفاقيه فيها 1 مليار و300 مليون. مليار ديال مستشفى القرب و300 مليون لاجل مشاريع اخرى في مشروع المدينه. وزاره الشباب والرياضه وقعت معنا كذلك. السيد الوزير مشكور الله يجازيه بخير وقع معنا الاتفاقيه للمساهمه وزاره الشباب والرياضه 1 مليار و700 مليون. فيها 1 مليار و200 مليون ديال مركز الاستقبال. تيجيو عندنا جمعيات المدينه وتيجيو عندنا يعني مجموعه الانشطه ثقافيه ورياضيه. ما كاينش بزاف تنبغيو نديروا غير عروض ونديروا ندوات وكذا. ما كاينش قاعات وما كاينش. يعني هذا مشروع ما نستهلوش به. 1 مليار و200 مليون غتساهم به وزاره الشباب والرياضه. عندنا التعشيب الملعب 500 مليون. يعني وزاره الشباب والرياضه ساهمت 1 مليار و700. وقع معنا السيد الوزير مشكور الاتفاقيه. عندنا مشروع ديال لا زون داكتيفيتي. دابا الدوسي راه عند السيد الوزير ديال الاقتصاد الرقمي لاجل توقيع الاتفاقيه باش غيساهم معنا ب1 مليار سنتيم في احداث لا زون داكتيفيتي ديال الحي الحرفي والخدمات، واللي انا بالنسبه لي غينعش الشغل على مستوى المدينه. يعني غيكون فرصه في الشباب تحرك شويه ديال الرواج غيكون على مستوى داك الحي الحرفي والخدمات، لا بالنسبه للصناع اللي كاين على مستوى المدينه ولا
يعني الشباب اللي غيديروا مشاريع ديالهم غتعطى لهم قطاع على مستوى هاد لا زون داكتيفيتي. عندنا عائليا عندنا مجموعه ديال المشاريع. اولا تنشكر السيد عامل اقليم تاعنا، تنشكر الشركاء اللي وقعوا معنا على الاتفاقيه، وتنشكر الشركاء ديالنا اللي عبروا على الموافقه ديالهم المبدئيه، وهما وزاره الاسكان وسياسه المدينه اللي غتساهم معنا باكثر من 7 مليار سنتيم مشكورين في هذا المشروع ديال اللي تيتجاوز 23 مليار سنتيم، ووزاره الداخليه المديريه العامه للجماعات المحليه كذلك اللي غتساهم تقريبا بواحد 6 مليار. شحال المساهمه ديالكم السيد الرئيس؟ حنا بالنسبه لنا كمجلس جماعي يعني اتفاقيه الشراكه اللي صادق عليها المجلس، المساهمه ديالنا في هذا الشيء كامل ب 870 مليون سنتيم، 870 مليون على 3 سنين، يعني تقريبا 6%. 870 نورمالمون راه واحد تقريبا واحد 6%، 5% تقريبا 5% يعني راه ماشي مساهمه كبيره ما كاملاش نظن، لان تنقولوا 5% راه مليار ماشي شويه، قد تكون رمزيه فقط. واحد 4% بطبيعه الحال راه مساهمه رمزيه. انا بالنسبه لي تنشكر الشركاء ديالنا لدى جزائر، وزاره الداخليه، وزاره الاسكان وسياسه المدينه، وزاره الفلاحه، وزاره الصناعه والاقتصاد الرقمي، وزاره الشباب والرياضه، مجلس اقليمي للتنميه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاع الشركاء ديالنا شكرا جزيلا لهم بكل صراحه على التفاعل ديالهم معنا وعلى الدعم ديالهم. بطبيعه الحال كاين شركاء اخرين قلت هذا الشيء غير مشروع المدينه، كاين مشاريع اخرى اللي كذلك خصنا نشكروا الشركاء ديالنا. كاين التنسيقيه الدوليه لمغاربه العالم مشكورين على المساهمه ديالهم. هذه غير جمعيه المجتمع المدني غتساهم تقريبا بواحد 288 مليون سنتيم لتجهيز المركز التصفيه الدم، مشكورين جزاهم الله خير. نعم. المبادره غتساهم، المجلس الاقليمي كذلك مساهم، الجماعه مساهمه، يعني كاع الشركاء ديالنا انا بالنسبه لي تنحييهم وتنشكرهم من هذا المنبر على التفاعل ديالهم والدعم ديالهم. القريه افكتيفمون محتاجه بزاف ديال المشاريع التنمويه، ولكن الحمد لله كاين الخير، كاين الناس اللي تيثيقوا في البلاد بطبيعه الحال وتيتجاوبوا مع المطالب ديال الساكنه، وحنا يعني متفائلين على ان شاء الله الرحمن الرحيم 3 سنين او 4 سنين اللي مازال لهذا المجلس الجماعي غتكون 4 سنوات ديال المنجزات وديال المشاريع اللي غتنزل على ارض الواقع. نعم السيد الرئيس، بعيدا عن مشروع المدينه بغينا نعرفوا التقييم ديالكم ديال التحالف الجديد اللي توقع في غشت 2017 مع اعضاء حزب يعني مع المجلس الجماعي في حزب الاستقلال. واش تتلمسوا كاين شي قيمه مضافه بالنسبه للتدبير ديال اليومي للشان المحلي بقرية بومحمد بدخول الاخوان ديال حزب الاستقلال؟ بطبيعه الحال يعني كاينه قيمه مضافه. بطبيعه الحال اي مستشار جماعي قام بالدور ديالو ويعني وساهم في التنميه المحليه فراه اضافه. انا اللي زعما اللي تنتفائل له هو ان الحمد لله كاين انسجام كبير ما بين المكونات ديال الفريقين. احنا اليوم رحنا فريق واحد، بالفعل رحنا فريق واحد، يعني ما تنحسوش بداك لي كاسكيت بوليتيك ما تنحسوش بهم. هذا حزب الاستقلال وهذا الاتحاد الاشتراكي، احنا ولينا عائله واحده، لان الهم ديالنا كاملين هو قريه بومحمد، والشعار ديالنا اليوم هو قريه بومحمد. حتى هذا الجانب السياسي، هذا الانتماءات السياسيه خلينا ابار. احنا اليوم وهذه مساله يعني خص الكل يوعى بها. احنا اليوم تنمثلوا الساكنه قريه بومحمد، تنمثلوا هذه بشكل ديمقراطي، يعني السياسه تطلع في الانتخابات. بطبيعه الحال احنا اليوم نديروا تندبروا الشان المحلي، احنا اليوم تنسيروا مؤسسه، احنا اليوم مطالبين باش ننجزوا المشاريع على ارض الواقع. احنا اليوم عند المواطن ما يدير بالصداع ديالنا، عند المواطن ما يدير بالغواز ديالنا، والصداع ديالنا والغواز ديالنا تيكون في الانتخابات. راه تيشوف الخدمه ديالكم، خص البلاد تخدم، خصنا منجزات على ارض الواقع. انا بالنسبه لي اي مستشار جماعي مفروض فيه انه يساهم ويكون ايجابي ويكون يعني قوه اقتراحيه، يعني باش يزيد بالبلاد لقدام، ماشي يدير المعارضه لاجل المعارضه، وماشي يدير المعارضه لاجل كسب نقاط سياسيه اللي تنظن المواطن ما عنده ما يدير بهذا الشيء. المواطن ماشي سوقو يمثلوا الحزب الفلاني او الحزب الفلاني، ما يشوف المشاريع والتغيير على ارض الواقع. لانه اذا كان الصراع على اشده ما بين المكونات ديال المجلس، المتضرر الاول هو المواطن. احنا بالنسبه لنا بكل صراحه متفائلين لان المستقبل ان شاء الله غيكون فيه الخير، ومتفائلين ان هذا الانسجام اللي حاصل غيزيد يعني يترسخ وغيزيد يتقوى. احنا اليوم عائله واحده،
هذا المعنى حنا اليوم عائله وحده تنشتغلوا في المجلس الجماعي ديال قريه بو محمد، تنعطيو مقترحات، تنسهروا بشكل يومي على هذه المقترحات باش ننجز على ارض الواقع، تنساهموا جميع يعني مكونات المجلس. وتنظن النموذج اللي درنا في اللقاء التواصلي راه كان باين الساكنه. حنا من جينا نديروا لقاء تواصلي ما جاش الرئيس يخطب على الساكنه يقول لهم درت وما درتش، راه بان النموذج بان. حنا مجلس جماعي تنشتغلوا في اطار جماعي كخليه ديال النحل، وكل واحد عنده مهمه، وكل واحد مكلف بمصلحه معينه، اللي مكلف بالنظافه مكلف، واللي مكلف بالمناطق الخضراء مكلف، واللي مكلف بالتعمير، واللي مكلف وزعما داك الشيء راه بان اللي مكلف بالاناره العموميه، اللي مكلف بالمرافق العموميه. العروض اللي داروا الساده المستشارين مشكورين راه بينتهج. حنا اليوم بكل صراحه انا شخصيا تنشكر المكونات ديال الاغلبيه كلهم، المستشارات والمستشارين مشكورين على التفاعل ديالهم وعلى العمل ديالهم الدؤوب واليومي لاجل تحقيق الايجابي للساكنه. المواطنين خصهم النتائج، المواطن راه ما عنده ما يدير بالغوات، المواطن خصو النتائج في لو تيران راه تتحقق وغتحقق ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي جايه انا مأكد بانها غادي تكون 4 سنين المنجزات ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهاد المنجزات بطبيعه الحال خص يكون تفاعل ايجابي فيها من طرف الساكنه ومن طرف المجتمع المدني. هادشي اللي من تيدار الساكنه خصها يعني تهيئ استقبال يعني مشاريع جديده ووضعيه جديده بطبيعه الحال. حنا القريه بو محمد الا بغيت تقول تنتقلوا من وضع قروي لوضع حضاري، وهذا الانتقال شويه صعيب بكل صراحه. راه يمكن لك تجي تبني مدينه جديده، تقدر تجي دير جزيئه فيها 600 قطار او 700 قطار، مدينه تبنى جديده فيها البنيه التحتيه ومهيكله، ولكن باش دير الانتقال من واحد الوضع قائم. حنا كانوا عندنا احياء اللي فيهم بنايات من تراب، عندنا احياء اللي غير مهيكله، ما كانش عندنا البنيه تيتعطى في مجموعه ديال الاحياء السكنيه اليوم تيتعطى. كاين نقص في البنيه التحتيه، ما كاينش التطهير السائل، ما كاينش الطريق، ما كاينش البيطوناج، ما كاينش. هذا الوضع هذا شويه صعيب. هذا الانتقال حنا تنجاهدوا بطبيعه الحال، وكاين الحمد لله كاين تحسن تيبان بطبيعه الحال. مازال ما وصلناش للمبتغى، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم انا مأكد بانه هذا 4 سنين اللي جايه بطبيعه الحال احنا غاديين في الاتجاه الصحيح. هذا 4 سنين الجايه غتكون نقله نوعيه غيحس بها المواطن، غيحس بهذه النقله ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيحس بالتغيير، وهذا هو المبتغى، هذا هو الهدف. نعم السيد الرئيس، تنعرفوا جميع بانك رئيس ديال الجامعه الترابيه لقريه بو محمد، عضو لجنه الماليه في المجلس الاقليمي، عضو في الهيئه ديال التنميه البشريه، وكذلك رئيس ديال 3 الجمعيات. كيفاش تتوفقوا ما بين هذا وكذلك العمل السياسي، كيفاش تتوفقوا بين هذه المجموعه المهام والحياه الاسريه العاديه ديالكم السيد الرئيس؟ بطبيعه الحال يعني مسؤوليه صعيبه شي شويه، مسؤوليه راه ماشي سهله. العمل ديالي سواء تعلق الامر بالجانب ديال المؤسسه ديال الجماعه او المؤسسه ديال المجلس الاقليمي او الهيئه الاقليميه للمبادرات التنميه البشريه، انا بالنسبه لي تنعتبره عمل ناجح. يعني كاين الحمد لله كاين مجموعه ديال المنجزات اللي تنحققها لصالح قريه بو محمد من هذه المواقع. فقريه بو محمد تستافد ولله الحمد مجموعه المشاريع من الهيئه الاقليميه للمبادرات التنميه، وهذه مناسبه في نشكر السيد عامل اقليم تمنات بطبيعه الحال والاعضاء ديال الهيئه الاقليميه على الدعم ديالهم المشاريع اللي تتقترح على مستوى قريه بو محمد. بطبيعه الحال المجلس الاقليمي يعتبر شريك اساسي، هذا واقع ما يمكنناش ننكروه. كاع المشاريع اللي تنجزت على مستوى المدينه القريه او اللي في طور الانجاز او اللي مبرمجه او اللي تم مشروع المدني اللي تكلمنا عليه، فالمجلس الاقليمي حاضر وبقوه ومساهم وشريك اساسي. بطبيعه الحال الجماعه يعني راه العمل ديالها راه تيبان على هذا الجانب المؤسساتي. انا تنعتبر راسي يعني تندير مجهود ونطلبوا من الله التوفيق والسداد. بالنسبه للمجتمع المدني نفس الوضع، يعني الحمد لله كاين نتائج تتحقق على مستوى ارض الواقع. الجمعيه ديال دار الطالب النجاح يعني تنعتبرها انا في التدبير نموذج للتسيير. العام اللي فات او العام الاول كنا خدينا جائزه ديال احسن دار طيبه على مستوى الاقليم تاونات. بالنسبه للمهرجان ديال السنوسيه تنظن راكم
تعيشوا معنا ذاك لحظات المهرجان. هو كان مهرجان ناجح في الدورتين السابقتين. بالنسبه للجمعيه الاباء واولياء التلاميذ، هو المسؤوليه ديال الجمعويه الجديده اللي تحملتها ما من بقى واحد 3 شهور هادي ولا شهرين. الحمد لله كاينه مشاريع اللي غتستافد منها التلاميذ بن خلدون، واللي جزء منها سبق المجلس الجماعي في الدوره السابقه سابق عليه، هو بناء واحد القاعه مغطاه للرياضه في التلاميذ بن خلدون، وبناء واحد القاعه متعدده الوسائط ومكتبه قاعه المطالعه للتلاميذ بن خلدون. على اي النتائج الحمد لله نتائج مشرفه، نتائج ايجابيه للعمل اللي تنقوم به. ولكن هذا العمل راه ما تنديروش بوحدي، العمل بطبيعه الحال تنديرو مع جنود الخفاء، تنديرو مع يعني الحمد لله شركاء ومع ناس اللي تنحترمهم وتنقدرهم، سواء تعلق الامر بالمجلس الجماعي، يعني الاغلبيه في داخل المجلس الجماعي، المستشارات والمستشارين، الاعضاء اللي معايا في جمعيه المجتمع المدني، الاعضاء اللي معايا في المجلس الاقليمي، الاعضاء الهيئه الاقليميه. انا زعما من هذا المنبر تنتقدم بالشكر الجزيل للجميع، يعني بدون هاد الناس صعيب باش تحقق النتائج، فالشكر موصول لهم جميع. وبطبيعه الحال انا بالنسبه لي تنحس براسي باني مقصر في حق العائله الصغيره ديالي. هذه هي الضريبه المسؤوليه، يعني قوه المشاغل وقوه الخدمه تنظن تتمسك في اقرب الناس ليك اللي هي الاسره الصغيره ديالك. فانا من هذا المنبر تنطلب من العائله ديالي تسمح لي ان بالفعل كاين تقصير في حقهم، وهذه هي الضريبه ديال العمل سواء السياسي او الجمعوي او المؤسساتي. ولكن الحمد لله يعني تنفتخر ان النتائج تحقق على ارض الواقع. الانسان على الاقل يخلي شي حاجه اللي تذكر عليها بخير، لان في اخر المطاف حنا ماشي بحالنا. النتائج اللي تحققت على مستوى الارض الواقع راه نتائج ايجابيه للجميع. واخا السيد الرئيس، بغيناك باختصار تعطينا رايك في 3 الاشخاص. غادي نقول 3 الاشخاص، غادي تقول لنا رايك باختصار. دكتور عبد القادر البنا. دكتور الدكتور عبد القادر عبد القادر البنا. انا بالنسبه لي يعني نقدر نقول لك يعني هو نموذج ديال المسؤول، نموذج ديال المناضل، ونموذج ديال الرجل اللي عنده غيره على البلاد ديالو. حقق الكثير على مستوى المدينه قرية بومحمد، حقق الكثير للساكنه ديال المدينه. انسان اللي يعني بالفعل ما صور حتى حاجه من السياسه. الحقيقه هو انه ما صور حتى حاجه. الرضا اللي يرضى عليه الله سبحانه وتعالى هو ان وليداته خرجوا ناجحين، هنيئا لهم. اما ما دون ذلك فهو اعطى للقريه الكثير ويستحق من القريه الكثير. انا بالنسبه لي تنشكره جزيل الشكر. دوز معاه مرحله جد مهمه في المجال، يعني في المسار السياسي ديالي. انا بالنسبه لي اقدر نقول لك استفدت منه الكثير. يعني واش غنقول الاب الروحي، واش غنقول الاخ، واش غنقول الصديق. انا بالنسبه لي تعلمت منه بزاف د الحوايج في المجال السياسي. فهنيئا له بالتقاعد اولا ديالو، الله يرزقه الصحيحه والسلامه. وحنا بالنسبه لنا يعني سنواصل المشوار ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونطلب الله اننا نكون عند حسن ظن الساكنه بطبيعه الحال. نعم السيد الرئيس. السيد محمد السلاسي. السلاسي نموذج للرئيس الشاب طموح بطبيعه الحال، عنده تجربه على مستوى مجلس النواب اللي كان برلماني الشباب، عنده تجربه كرئيس جماعه، يعني كان رئيس جماعه سابق، واليوم عنده تجربه ديال رئيس مجلس اقليمي. وتنعتبره نموذج لرؤساء المجالس الاقليميه، نموذج يعني المنهجيه والاسلوب والطريقه ديال كيفاش يدبر الامور في المجلس الاقليمي. هنيئا له وهنيئا للاقليم ديال تماس في هذا الرجل. رجل في المستوى، شاب طموح ديناميكي، يعني لا يهدأ له البال، يشتغل ليل نهار. فالحمد لله التجربه معاه على مستوى المجلس الاقليمي تجربه ناجحه. ما تنحش بالفرق زعما الصراحه، ما تنحش الفرق بيني وبينه، يعني تنعتبروا راسنا واحد في العمل يعني اليومي والمضني. عنده قوه اقتراحيه مهمه، يشتغل
يعني في مجموعه ديال المجالات اللي يمكن كان فيها شويه ديال التعتيم، وكان فيها شويه ديال الانسان يتواصل مع الجميع. أهنئه وهنيئا الإقليم بهذا الرجل. نعم. السيد حسن بالهدفة، عامل صاحب الجلالة على إقليم سمنات. أنا بالنسبة لي بكل صراحة يعني تنعتبر بأن السي حسن بالهدفة هو الهدية اللي عطاها لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من بعد الزيارة ديالو لإقليم سمنات. يعني لتحقيق التنمية المستدامة في إقليم سمنات كان من الضروري يكون عندنا واحد الرجل بحال السي حسن بالهدفة. بالفعل يعني ما تحقق. أنا زعما بكل تواضع دوزت تجربة مع مجموعة ديال العمال صاحب الجلالة، ما تحقق في هذه المرحلة اللي السيد العامل السي حسن بالهدفة هو المسؤول على مستوى إقليم سمنات هو الكثير. يعني داروا مجموعة من المشاريع بنيوية، مشاريع تنموية كبرى، يعني كاين أوراش كبرى تدار على مستوى الإقليم. فشكرا جزيلا له وهنيئا للإقليم بهذا الرجل، تجربة ناجحة 100%. أنا بالنسبة لي أعتبره رجل دولة بامتياز. نعم سيد الرئيس، بغيناك آخر البرنامج توجه شي كلمات أخيرة للساكنة قرية بومحمد. شنو يمكن لك تقول للساكنة قرية بومحمد؟ وبالنسبة لي أنا أولا تنشكر الساكنة على التفاهم ديالها أولا، لأن كاين شي شويش ديال البطء يمكن يحس به المواطن بصراحة. التطلعات المواطن أنه يحقق المبتغى ديالو في أقرب وقت وبسرعة فائقة. هذه الحقيقة. المواطن دابا ولا تيتفاعل بسرعة. تنشكرو على التفاهم ديالو، لأن المساطر والإجراءات القانونية ديال الإدارة شوية يعني المشروع يمكن تاخذ فيه القرار وتبداه وتنجزو بعد عامين بعد 3 سنين. ولكن اللي غنقول للساكنة هو أن قرية بومحمد تتغير. قرية بومحمد بالفعل إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني على المدى المتوسط غتولي مدينة صغيرة اللي غادي تجلب الساكنة يمكن من المدن الكبرى القريبة لها. أنا تنظن بأن الناس اللي مشاو من قرية بومحمد وسكنوا في مدن كبرى قريبة مثلا بحال فاس، أنا مأكد بأنهم غيرجعوا يوليو يسكنوا في قرية بومحمد، لأن المدينة ديالنا إن شاء الله على المدى المتوسط غتكون مدينة نموذجية فيها كاع متطلبات العيش. وحنا الطموح ديالنا بطبيعة الحال أننا نحققوا المبتغى اللي هو تقريب الإدارة المواطنين، ونحققوا المبتغى ديالنا اللي هو إن شاء الله الرحمن الرحيم إحداث عمل على مستوى قرية بومحمد. وهذا هو الورش الكبير اللي بطبيعة الحال اللي تنطمحوا له إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للجميع. شكرا الميكروفون. شكرا سيدي. شكرا. أعزائي المشاهدين، ما بقى لنا غير نشكر السيد الرئيس السيد اسماعيل هاني رئيس الجامعة الترابية لقرية بومحمد على تلبيته للدعوة وسعة صدره والتوضيحات والشروحات الهامة اللي قدم المشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة. نتمنى لكم السيد الرئيس مسيرة موفقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج لك الميكروفون. ترقبونا أعزائي المشاهدين، ودمتم في رعاية الله.